يا صباح الفل عليكم. النهارده هتكلم وانا في قمه السعاده بسبب فوز منتخب المغرب على منتخب اسبانيا، وهقول لكم شويه انجازات عملها المغرب. تعرف ان منتخب المغرب المنتخب العربي الوحيد اللي تأهل لدور ربع النهائي في بطوله كاس العالم في التاريخ، ويعتبر الرابع افريقيا بعد الكاميرون والسنغال وغانا، ويعتبر منتخب المغرب اول منتخب افريقي يفوز بركلات الترجيح في تاريخ كاس العالم، ويعتبر وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب اول مدرب عربي وافريقي يوصل لربع النهائي في كاس العالم. ومنتخب المغرب يسيطر على المباراه ويتيح بمنتخب اسبانيا، ويجي يقول لك لويس انريكي قبل المباراه احنا بنتدرب على 1000 ركله جزاء عشان يكونوا جاهزين لضربات الجزاء، لكن ما كانش يعرف انه هيقابل الاسود وعلى راسهم بونو الحارس المبدع صاحب الاداء الجميل جدا. وزي ما قالت الصحف الاسبانيه، اسبانيا تقول وداعا والمغرب تكتب التاريخ. زي ما عودتكم الاهم من ده كله انا محمد اشرف.